قلت قبل كده يا جماعة ان اغلاق قناة الزمالك لازم وجبة وتكون موجودة، ويعني بص، والله العظيم انا بقيت هنا منكم يا جدعان، انا بقيت هنا منكم. النهاردة معايا تجميعة عبد الشافي صادق ومحمد رجب وصلت لقمصان النوم وهتك الاعراض، وكمان مش حافظين تواريخ ناديهم وحاجة بسم الله ما شاء الله. والله العظيم كل ده وهجيبه لك واسمعه لك بودنك عشان خاطر الواحد ضج من الناس دي، والناس دي بقى عندها كمية، يعني شفت اللي بيقولك غباء رياضي، غباء رياضي بما يرضي الله، غباء رياضي. حاجة كده اسمع معايا عبد الشافي صادق اللي عمال يعني بيغلط حتى في تواريخنا دي. اسمع معايا عبد الشافي صادق ونرجع نرد عليه. رد على الجمهور اللي قال احنا مستنيينكم لان الزمالك عظيم، الزمالك كبير، الزمالك النادي الوطنيه وكرامه، الزمالك حدوته مصريه، الزمالك وطنيه وكرامه من 1907 حتى الان. خالد الزمالك هو اللي قاد ثوره تصحيح او تمثيل الانديه المصريه سنه 1917، فاذا الزمالك ده كبير. يا شيفو صباح الفل يا شيفو. 1907 يا شيفو، 1907 دي بتاعتنا يا شيفو. 1911 نادي الزمالك، ده انتوا لسه قريب كنتوا بتحتفلوا بيها. يا شيفو صحصح كده وفوق. لا بقول لك ايه، اللعيبه اللي او الجمهور اللي كان في المدرجات اللي كان بيندع علينا ويقول لنا مستنظركم يوم السبت، احفظ تاريخ ناديك الاول يا عم، احفظ تاريخ ناديك. الله والله العظيم يا جدع انتوا بقيتوا يعني مجال للضحك، مجال للهزار، مجال للروشنه كده. يعني انتوا بتطلعوا كده انا بطلع اتفرج عليكم، يعني فقره زي كده ايه، زي مسرح مصر. لقوا معانا بقى يعني كمان فقره كده، فقره تانية بقى لمحمد رجب. محمد رجب بقى اللي قالب، يعني واحد اهلاوي منزل بوست على يعني جاب قفشه وجاب معاه عروسه على صفحه الاهلي اليوم، فالراجل بيشتم. نسمع قال ايه وبعدين نرجع نرد عليه تاني. لكن ولد قليل الادب وصفحه قليله الادب اسمها الاهلي اليوم يطلع يعمل الزمالك عروسه وبقيعه هوا عشان ماتش يوم السبت؟ ده انت كلب وما تربتش وقليل الادب وهتاخد بالقديمه. وبقول لك ايه، بعيد بقى عن المستشار مرتضى منصور، انا كلمت 2 محامين اهلاويه النهارده قرايبي، منهم اخويا اهلاويه، هرفعوا يوم السبت بلاغ ضد اللي جابوا واللي جابوك، وهتاخد بيه القديمه عشان ده مش نادي الزمالك اللي يتعمل فيه كده. الصوره اللي انت منزلها دي اكيد شفت والدتك، اكيد شفت اختك لابسه قميص النوم ده، مش نادي الزمالك يا كلب. الزمالك عنده اسد هيلتهمك يا ابني، هياكلك، ما انتش قده. اسال اللي قبلك، اسال الكبار. وبعدين يا محمود يا خطيب لم العيال دي، يا محمود يا خطيب لم العيال. مش المستشار كمان اللي هيحكي على صفوت، ده انا كمان عندي حاجات. لان صفوت كان في الشارع اللي ورانا، شارع سليم صعب بعد عوض الدمياطي اللي انا ساكن فيه، واخوه شلوفه ضابط الجيش كان صديقي وانا صغير، وانا كنت بلعب في اشبال الزمالك وهو كان بيلعب في اشبال الاهلي. وصفوت تربيه عمر وصديق عمر، وانا عارف كيف انتهى، وانا عارف. والمستشار مش عايز يتكلم، المستشار عنده بقى اللي مش عندي. واخد بالك يا محمود يا خطيب، لم نفسك يا محمود. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. يعني انت بتخيط في اعراض الراجل وبعدين تطلع تقول انا هشتكيه واجيب محامي؟ طب ما هو انت اصلا الفيديو بتاعك ده يدينك ويجيب لك يعني بلاوي سودة. يعني الفيديو بتاعك، طب انت خلاص قلت انا هشتكي الراجل، وقلت انت يعني هتشتكيه عشان جاي اعمل عروسة، يعني هتشتكيه عشان اعمل عروسه؟ اباديك قلت اغط في اعراضه وغط في امه وفي اخته وقلت قميص نوم يعني والله العظيم لنا الله. طب وايه دخل الكابتن محمود خطيب في الموضوع؟ ايه دخل الكابتن محمود خطيب في الموضوع؟ وقلت انت قلت ان انا مش هدخل المستشار مرتضى ومش هدخل مش عارف ايه. طب ايه دخل الكابتن محمود الخطيب في الحوار؟ او ايه دخله في الموضوع اصلا؟ او ايه جابه في القصه؟ لجان ايه يا جماعه؟ يا جماعه لجان ايه يا جماعه والله انتوا تعبتونا. لجان ايه والله العظيم
انا مش عارف انتم بتشربوا ايه. احنا يعني والله العظيم اسمع بقى الفيديو اللي جاي ده، الشوية اللي جايين دول بقى عشان تضحك انت بقى، عشان تضحك، عشان انا من كتر الرد على الناس دي بقيت يعني بضحك عليهم. اسمع الفيديو اللي جاي وما تنساش اللايك والشير للفيديو في كل حتة. نسمع الفيديو ونرجع لكم تاني. هات لنا بقى بعد اذنكم تصريح كابتن اسامه حسني. ولا اسامه حسني ده بينا نضحك والله لما هو النبي هات لي التصريح. اطالب رابطه الانديه باجراء تحليل منشطات لجميع لاعبي الزمالك قبل القمه. احنا هنا اتعودنا هنضطر يعني نرد صوت وصوره. لا يا استاذ محمد ما يتكلم انا جمال انا اسكت. اتفضل. انا اسكت اما انت تتكلم. لا يا حبيبي لا والله. لا اتفضل اتفضل. بوز الست ده شيخ حسني اللي كتب كتابه الارهابي صفوت. ما انت جبته لنفسك بقى، استحمل. مش احنا بتوع المخدرات يا شيخ حسني، ها يا اخوانجي. طب ما تشوفوا مرتضى منصور مطلع كام واحد من عندكم من قضايا زي الزفت. ما تشوفوا بلال. طب مين كان في عربيته شريط المخدرات من عندكم؟ ومين محمد عباس لما السجن؟ وبركات ما كانش بيلعب دولي عشان المنشطات. يا عم اتلموا، يا عم اتلم انت وحماك. يا عم في عرض النبي ارحمونا، ارحمونا، احنا بنكسبكم على النجيله الخضراء. انتوا بقى عمالين اتهامات، شائعات، سحر. والسحر ده بقى حكايته يا خالد، ده انا معايا بالدليل يكلم المؤدبه الهيك واللي فيها تجيبه فيك. طلع بقى بيتكلم يقول لك الزمالك راح شبرخيط. كتكنيله على امك، كتكنيله. ده انت الشيخ نعمان المغربي في الفندق الشهير المطل على النيل في الدور ال 13 جايبه ابو حفيظه من 2.5 شهر. وهذا الكلام خلي بالك موثق. ما دي الجنكه محمود، ما دي الجنكه محمود. انا مش عارف يعني نديك الدوري جدعانه كده ولا ايه علشان تهدى وتسكت وتبعد عن ابونا. انا مش عارف اعبر عنها واقول ازاي نادي القيم والمبادئ يبقى كده. طب الزمالك بيطلب تحليل منشطات للزمالك والاهلي وسيد عبد الحفيظ. ما يتعمل له تحليل منشطات ليه لا؟ حزين جدا ان نادي الاهلي النادي العظيم الكبير والجمهور العظيم الكبير يوصل للمرحله دي. بقى انت يا كابتن خالد يا لطيف مش عاجبك مبادئ النادي الاهلي وكرامة النادي الاهلي، وعاجبك الاسفاف والقمصان النوم اللي عماله تتحدف من عندكم، وعاجبك الام والاب والشتيمه والكلب وكل ده، ومش عاجبك مبادئ وكرامه النادي الاهلي؟ ده انت ابوك الكابتن محمد لطيف الله يرحمه يعني كان راجل مبادئ وراجل محترم جدا، يبقى حفيده بالشكل ده؟ ده انت يا كابتن والله العظيم انا مش عارف بقيت ارد عليكم بانهي طريقه. والكابتن محمد رجب او الاستاذ محمد رجب او المعلم محمد رجب، ما خلاص بقى يعني بما انكم عمالين تخشوا وتدوسوا وتخبطوا. المعلم محمد رجب والكلام اللي عمال يقوله، وبيقول ان المستشار بياخد يعني بيطلع كام واحد كده من النادي الاهلي وهم معاهم قواضي مش عارف ايه. يعني انتوا خلاص اعترفتم ان هو بياخد القواضي المشبوهه بس، خلاص بقيتوا معترفين على الهوا، اعترفتوا ان هو بياخد قواضي مشبوهه بس ايا كان اهلاوي او غير اهلاوي. ملعون ابو الفلوس اللي تدوس على النفوس. شكرا لكل الناس، ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. حبايب قلبي.